السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عمرو من برنامج جو تاكتكس. حديثنا هيكون عن مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافا. مش هطول عليكم، تمام؟ بس الأداء والتحسن اللي فيه ريال مدريد سببه هو لاعب واحد بس، أيوه، جود بيلينجهام. الريال بنشوفه طبعا كل ماتش من ماتش اسبانيول واديه ماتش الالافيس، كل ماتش هو الراجل هو بسم الله ما شاء الله على الريال في تحسن تام، تمام. الريال بنشوفه كمان بيضغط ضغط كويس جدا، وهجوميا بقى ابتدى يكون كويس جدا. شفنا الريال كمان في الاستحواذ بيكون كويس جدا، وكل ده سببه عوده جود بيلينجهام. خلى يعني بسببه الفريق بقى يضغط بشكل كويس جدا، الفريق بقى يستحوذ على الكوره بشكل كويس جدا. شفنا ان الاجنحه زي فينيسيوس ورودريجو، الخط الهجوم بالكامل بيتحرك بشكل كويس جدا، وكل ده بسبب جود بيلينجهام. بنشوف حتى كمان ان فينيسيوس جونيور بيبتدي يستعيد مستواه، لان هو الراجل عنده يعني متعود ان اللي يبقى وراه اللي يحركه بشكل كويس هو مين؟ هو جود بيلينجهام، تمام. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه طبعا للفريق، تمام. شفنا طبعا الفريق بقى يعني حرفيا ان جود بيلينجهام كمان الراجل احسن واحد يرجع يستلم الكوره من ورا ويساعد الفريق على الطلوع بالكوره. احسن واحد كمان يعرف يعمل البناء الامامي بمساعده طبعا فالفيردي طبعا. ده بالنسبه لمين؟ لجود بيلينجهام. اللي عجبني طبعا في جون امبابي ان دي فعلا الاهداف دي فعلا من اهداف امبابي اللي في سواء مع باريس سان جيرمان ومع فرنسا، فعلا عرف ينطلق. شوف الراجل ادى الكره بكعبه، اداها لبلينجهام بيديها طبعا اللي بيديها لكيليان امبابي بينطلق في المساحه بشكل كويس جدا وبيحطها جون. دي اللي عجبتني فعلا من عجائب المباراه، تمام. تعالوا بقى نشوف الجون. اول حاجه طبعا بصوا هقول لك على حاجه، انشيلوتي انه يطلع طبعا الفريق كله بعد ما ضمن، انا دي ما عنديش مشكله فيها، يطلع يا سيدي عادي، انت كده ضمنت المباراه. لكن واحد بس يعني المفروض اللاعب ده يعني انشيلوتي يعني ممكن اقول لك كويس ان ده اللي حصل عشان انشيلوتي بعد كده يتعلم من خطأه. هو فايخو، لاعب زي فايخو ده انا والله العظيم بصوا اقسم بالله ماخده معايا تأجير. الجون دخل بسببه. ده شوف حتى كمان بعد ما الكوره جت في ظهره، تمام، الجون الثاني ده مش منظر لاعب يا جدعان بيضغط اصلا. مش منظر لاعب بيضغط خالص نهائي. ايه ده استحاله يكون لاعب بيضغط. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لفايخو. بس دي طبعا، ودي كانت نهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.